اهدي يا فريده، اهدي يا حبيبتي. مش معقول كده كل يوم دموع من ساعه ما جه لؤي. يا ريته ما جاش، يا ريتني ما خلفتوش اساسا. حرام عليكي ما تقوليش كده، ده نعمه. وانا ربنا ما انعمش عليا بالخلفه، وكان نفسي يبقى عندي ولد من صلبي. هيفيد بايه؟ ها؟ لو ولد عاق زي ده هيفيد بايه؟ بالعكس، ده هيضر اهله وهيجيب لهم العار. قول لي يا فؤاد، هو احنا قصرنا معاه عشان يطلع كده؟ قول لي يا فؤاد. صراحه قصرته. الولد ده كانت كل طلباته مجابه واتدلع على الاخر، ومع فلوس ما بتخلص ملهاش اخر، وفي نفس الوقت مفيش عين عليه تراقبه وتوجهه، يعني لازم يفسد. يعني من الاخر بقيت انا الغلطانه؟ مش قصدي، انا قصدي ان الولاد في السن ده بيبقوا في مرحله حرجه، محتاجين لعين تراقبهم وتوجههم للصح. ايه ده؟ يا غبية يا زينة، انت يا زينة الزفت، خد هنا بنت. مين دي اللي زفت؟ تعالي هنا. ايه اللي خلاكي تلاقي لوحة زي دي على الحيطة بالشكرتون؟ ما انا ما لقيتش امير، هلزقها بايه؟ يا لهوي على الغباء يا بنتي. هي لوحة زي دي بتتحط على الحيطة ولا بتتلزق اصلا بالشكرتون؟ امال هلزقها فين يعني؟ انت ما كنتش جايبها للبيت ولا ايه يا طالع؟ يا بنتي مش قصدي، بس انا كنت عايز احطها برواز حلو، برواز شيك كده، وبعدين انا كنت عايز الشكرتون كمان. قول كده. تاني مرة مالكيش دعوة بحاجاتي، حاجاتي في مكانها، مالكيش دعوة بيها، اتصرف فيها زي ما انا عايز يا زين. الله. المهم طلبة بيقول لي ان السبب في حبسه هو البيج بوس، الراجل ده لازم ننتقم منه. يا زين يا زين، فتحي مخك يا زين. البيج بوس ده راجل احنا ما نقدرش اصلا نشوفه، وهو لو عايز ينفينا من على وش الارض مش هنكون موجودين، فنحمد ربنا ان هو سايبنا عايشين اصلا. يا خيبتك يا زينة في جوزك. الحمد لله يا رب متجوز مهندس الديكور. اتفضل يا عينيا، بالهنا والشفا. يلزمك حاجة تانية قبل ما انزل؟ لا يا حبيبتي ما تحرمش. طيب فوتك بعافية انا. سلام. سلام. خلي بالك على نفسك، اوعى حد يعكسك. الحمد لله على السلامة يا هانم. الله يسلمك. بقول لك انا عايز فلوس. انت مش معاك فلوس؟ لا. ده انت مكنز على قلبك قد كده. عليا انا يا ماجد؟ بقول لك معيش فلوس، اديني فلوس. ما معكش فلوس ايه؟ امال فالح بس تقول لي ان حضرتك معاك فلوس في كذا بنك ومشاريعك قد كده وهنتج لك ألبوم يا حياتي وهنتج لنورة. انت هتقطميني ولا ايه؟ بقول لك عايز فلوس يعني تديني فلوس. عايز تفتك ايه؟ 2000 3000 جنيه اي حاجه ماشي بيهم حالي. ايه؟ 2000 3 ليه بقى ان شاء الله؟ انت مال اهلك؟ يعني ايه مال اهلي؟ مش فلوسي؟ لازم اعرف هتروح فين. دلوقتي بقى في فلوسي وفلوسك؟ ايوه في فلوسي وفلوسك، طالما هتجيب الزبد اللي انت بتتهبب بيه وبتشمه يبقى لازم اعرف الفلوس هتروح فين يا ماجد. اشم ولا ما اشمش؟ اشم ولا ما اشمش؟ انت مالك؟ لا مالي، ده مالي يا حبيبي، فلوسي وعلى انا وشيانه بيها. على انا وشيانه؟ بقول لك ايه؟ انا شغال مدير اعمال بقالي قد ايه ما خدتش بالك بليمه احمر. بنت قومي 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 اديني الفلوس. قومي جيت ليه؟ انت مش قلت لي برضه ان باباكي عيان؟ قلت اجي اطمن عليه، ما اعرفش انه مات. بقى انت جيت تطمن على ابويا؟ ده انت ما بتطمنش على ابوك في بلاد بره، انت جيت تطمن على فلوسك. فلوس ايه؟ انا الفلوس دي اخر حاجه افكر فيها. انا كل اللي حاليني انك كدبت عليا يا سوسو. من فقري، من غلبي،
اعمل ايه؟ انا مفيش حاجه في حياتي بعملها بمزاجي. على الاقل انا مش زي ناس بيعملوا بلاوي وهما مش محتاجين. اديك شفت بعينيك كل حاجه، شفت بيتي، ارتحت. انا ما كنتش اعرف اقول لك اي حاجه، وكان لازم اعرف. اديك عرفت وشفتني على حقيقتي. انا اول مره احس اني عريانه بجد. انت عاوز مني ايه تاني؟ اللي بيوته ازاز في ازاز، يحدف كل الناس بالطوب، واللي حياته نشاز في نشاز، فاكر انه ملوش عيوب. ولا يا حبيبي ما حدش فينا في الدنيا دي ما عملش ذنوب، استر عيبي وكل غطايا، ده احنا جميعا لينا خطايا مهما هربنا من المكتوب. ها جهزتوا القوة؟ خليكوا جاهزين، انا نازل حالا. سلام. شريف باشا. انت مين؟ انا النقيب هشام الصفطاوي، مباحث امن دوله. اهلا وسهلا يا باشا، اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا الحقيقه انا اسف جدا، مش هقدر اقعد معاك لاني نازل عندي شغل. ما انا جاي لك بقى عشان انت مش هتنزل الشغل ده النهارده. انا مش فاهم كلام سيادتك. انا عندي اوامر مشدده من الجهاز بوقف العمليه دي. ايوه يا فندم، بس انا ما جاتليش اوامر بوقف العمليه. ايوه، ما متصل بحضرتك وانت ما ردتش. سياده اللواء منصور ما اتصلش بيا عشان اوقف العمليه، يبقى العمليه مش هتقف. ايه ده يا سياده الرائد؟ ده مش اسلوب شغل. سياده النقيب هشام، انا عارف شغلي كويس. بعد اذن حضرتك. ايوه يا باشا. الو. ايوه يا خالد، اوعى تيجي دلوقتي البيت، اوعى. في عربيه بوليس واقفه قدام باب بيتنا. ايوه بيتنا يا ابني، بقول لك ما تجيش. بقول لك ايه، هنتقابل في نفس المكان والوقت بتاع امبارح، وانا هكلم بقيه الشباب يقولنا على الشقه. ماشي. بقول لك ارمي الخط بتاعك ليكون متراجع. مع السلامه. ايوه طلع. ايه؟ بتقول ايه؟ انت بتحور. بتقول ايه يا عم انت؟ نهار اسود. طيب ماشي خلاص يا عم، انا همشي دلوقتي حالا. اقفل انت دلوقتي، سلام. نهار اسود. في ايه يا طلعت؟ استني يا زينة، ده في مصيبة. البوليس عايز يقبض علينا. يا مسبتي، ليه اللي حصل؟ عملت ايه يا منايا؟ زينة اهدي بقى يا زينة، خلينا نفكر. بصي، هتلمي اي هدمتين كده ولازم نخلع من هنا دلوقتي حالا. طيب حاضر، بس ايه اللي حصل؟ يا زينة مش وقته. احنا لحقنا نتهنى هنا. زينة مش وقته، خلصيني يلا. ايه المصايب دي يا رب؟ ايه؟ انت بتقول ايه؟ طب ماشي يلا اقفل دلوقتي، هقابلك بالليل. سلام. في ايه يا لؤي؟ في مصيبه يا سوسو، احنا مطلوب القبض علينا. يا مسبتي،
هتعمل ايه دلوقتي؟ لازم اهرب طبعا. بره مصر؟ هحاول اهرب في اي حته دلوقتي وبعد كده هظبط اموري واهرب بره مصر. بقول لك يا سوسو، انت لازم تختاري، يا تكملي معايا يا كل واحد فينا في طريق. كل واحد فينا في طريق. مع السلامه يا سوسو. يلا انزلي انزلي. مش هقدر انزل واسيبك، انا بحبك. لا نعيش سوا يا نروح في 60 داهيه سوا. ازاي يعني؟ افهمها ازاي دي؟ يمشي ويختفي هو ومراته من غير ما يقول لابوه وامه. راحوا فين؟ يا باشا هم قالوا لنا رايحين نتفسح. يا باشا، وبعدين يعني عقبال امالتك كده دول عرسان جداد. ايوه يا باشا، قلنا لهم هتروحوا فين بالظبط، قالوا لحد دلوقتي ما نعرفش هنروح فين. هنعمل معاهم ايه يا باشا؟ يعني ملناش كلمه عليه. وبعدين لا مؤاخذه يعني يا باشا، هو انا ابني يعني متهمينه في حاجه؟ ابنك متهم في قضيه سرقه وفي قضيه قتل كمان. يا لهوي، مش مخدرات بس. مخدرات يا وليه؟ في حد جاب سيره المخدرات؟ المخدرات ده عمرها يا باشا معتبه بيتنا وغلاوتك عندي. طب بقول لكم ايه؟ فهموني كويس قوي. لما طلعت تتصل بيكوا وانا عارف انه بيتصل، تفهموه بالذوق وبالهداوه انه يسلم نفسه، بدل ما اخدكم انتوا الجوز مكانه لحد ما يجي لي لحد عندي. مفهوم؟ مفهوم يا باشا، مفهوم. يلا رجاله. مخدرات؟ تجيبي سيره المخدرات ليه يا وليه؟ قول يا بس كده، انا قاعد عمال بقى اسكت. معلش يا دكتور، احنا بنشوف شغلنا يعني. انا فاهم طبعا ومقدر، بس مش يمكن يعني شكوكو ده مش في محله؟ لا يا دكتور، ده لؤي بالذات متصور بكاميرات المتحف وصورته واضحه وضوح الشمس. طب هو فين دلوقتي؟ هرب، اختفى هو وزمايله، بس هنجيبهم تاني. هو في ايه يا مامي؟ ما تخافيش يا روحي، ما تخافيش يا ماما. انتوا ان شاء الله هتشرفوني في المديريه بكره عشان نقعد نتكلم وندردش شويه. انا هاجي لك يا سياده الرائد، وده الكارت بتاعي فيه كل تليفوناتي. تمام يا دكتور، وانا هتصل بيك واحدد معاك ميعاد. تمام يا فندم، فتشنا مفيش اي حاجه يا فندم. طيب بعد اذنك يا مدام، نعم. هنحتاج نفتش شقه مصر الجديده كمان. تحت امرك. بعد اذنكم. اتفضل. ايوه يا ريس. شريف، سيب القضية دي شوية. يعني ايه يا فندم؟ يعني تسيب الولاد دول شوية. ازاي يا فندم؟ انت اصلا مش عارف هما فين دلوقتي. هم هربوا. بس انا عارف هما فين. العيال دي مستخبيه في مكان انا عارفه، وبعدين ده شغلي وانا عارف انا بعمل ايه. طب ما تقول لي مكانهم فين؟ حلو قوي. العيال دي دلوقتي بتدور على مكان يباتوا فيه، بس قدام عينيا اخبارهم بتجيلي كل ربع ساعه. طب ما تقول لي هما فين عشان نبعت قوه تقبض عليهم. هو ده بقى الموضوع. العيال دي لازم تهرب عشان نشغل بيهم الرأي العام. البلد مقلوبه سياده الرائد، وانت بقى سيد العارفين. وبعدين اي حاجه نلاهي بيها الناس بدل الموضوع بتاع ثوره تونس. يا سياده اللي هو الكلام ده ما انا لما اقرر ان انا اقبض عليهم هقول لك، وكمان بنفسي يا سيدي هعرفك فين مكانهم. تسمح لي بقى اديك سيجاره؟ شكرا، ما بدخنش. وايه الدقن دي بقى؟ يعني كده محدش يعرفه. تعالوا يا جماعه، تعالوا يا شاي. ايه ده؟ بصوا بقى، بصراحة كده مفيش غير المكنة دي اللي محدش يقدر يعطر علينا فيها. جراج يا ماجد، جبنا في الاخر نعيش في جراج. ما لقيتش مكان اعفن من كده جبنا فيه. معلش يا حبيبي، هو اي مطرح يلمنا وخلاص، استحمل بقى. المهم يا جماعه، هتعملوا ايه مع الراجل ده؟ لازم ننتقم منه، بس ازاي؟ احنا نسرق الشركة بتاعته. الله، صح. وأول مرة نعوض فلوسنا اللي ضربها في كرشه اللي يتشك في حواجبه ده. بص يا شقايق، برضو الموضوع ده محتاج فكر.
بصراحة يعني احنا لازم ننام، لما نصحى بقى نفكر براحتنا. على قولك انا هموت وانام. هدخل اتلجح شويه في البرميل ده. بص يا شقايق، بصراحة برضه يعني المكنة دي ما فيهاش غير سرير واحد، يعني ممكن نتبادل. لا، احنا هننام عليه انا وسوسو وزينه، وانتوا بقى اتصرفوا في اي حته.